السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة الست أصيلة. النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض طرق حفظ الأكل أو تفريز الأكل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن طريقة حفظ البامية والملوخية والقوطة والنوع من أنواع الفواكه اللي هو الفراولة، تمام. واتكلمنا كمان مع بعض عن طريقة حفظ الخضرة لمدة تقريبا حوالي أسبوعين، واتكلمنا مع بعض عن طريقة حفظ البسلة مع الجزر، وكان معاهم فاصوليا خضراء. طبعا احنا ممكن نحتفظ بالفاصوليا لوحدها، اللي يحب ياكل فاصوليا لوحدها ممكن نجيب الفاصوليا تمام ونقطعها وبنغسلها كويس قوي ونحطها في مصفى تنزل ميتها، بنغلي ميه ونظبط الملح بتاعها ونحط فيها رشة فلفل ورشة كمون، ونسقط الفاصوليا فيها يا دوب تغلي غلوة مش اكتر، يعني يا دوب نسقطها دقيقة ونشيلها نحطها في مية ساقعة او مية متلجة، تمام. ده الطريقة دي بتحفظ الاكل او الخضار لونه اخضر قوي، بتحفظ اللون بتاع الخضار زي ما هو. تمام. النهارده باذن الله هنتكلم عن طريقة حفظ الكوسة والخيار والجزر باذن الله، والبصل والثوم. البصل والثوم طبعا انا بفرمهم وبحطهم في علب بلاستيك وبحطهم في الثلاجه العاديه، ما بحطهمش في الفريزر. ليه؟ عشان يعني سهوله الاستخدام. مش كل مره هفتح الفريزر هلاقي طبعا الثوم او البصل متجمدين، فطبعا لازم افكهم عشان اقدر استخدمهم تاني. لا، انا عادي جدا بفرم البصل والثوم وبحطهم في علب بلاستيك. طبعا لما باجي افرمهم بحط معاهم ملح، ولما بحفظهم في العلب او في بطرمانات بيتحط على الوش شويه يعني زي رشه زيت كده بسيطه قوي عشان تحفظ لي البصل او الثوم. يعني الزيت والملح دول بيعتبروا ماده حافظه طبيعيه جدا بنحطها في البصل والثوم عشان نحتفظ بيهم لاطول فتره ممكنه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا من تاني. دلوقتي بقى هنفرم الثوم والبصل، نشوف هنفرم الثوم والبصل ونحفظهم في علب، وزي ما قلنا نحط في واحنا بنفرم الثوم والبصل نحط فيهم ملح، تمام. يعني الملح بتاعهم هيبقى فيهم، لما نراعي بقى لما نيجي نعمل الاكل ان شاء الله منحطش بقى ايه ملح كتير، تمام. نبدأ بالثوم نحطه في كبة، ونبدأ نفرمه. نحط عليه كمية ملح بسيطة للحفظ يعني. على حسب ما بتحبيه، شوفي انت عايزة تفرميه يعني قوي او يعني خشن شوية زي ما تحبي. نقلب عشان يتجانس مع بعضه ونلف كويس مع الكبة، لان كده مش كله اتفرم. تمام. في طريقتين بقى للحفظ. ممكن نحفظه زي ما هو كده مفروم في بطرمانات ونحطه في التلاجة، تمام، في التلاجة العادية مش في الفريزر. وممكن نحطه على صينية او يعني على حاجة مربعة نفردها طبق او صينية او ايا كان هتحطيه فيه، وتحطيه تدخليه الفريزر مثلا حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع كده، وبعد كده لما تطلعيه هتلاقيه ان هو ايه جمد بس مش قوي، يعني مسك نفسه يا دوب مسك نفسه، وتقومي مقطعاه زي مربعات، تمام، مربعات كده، وتقومي حافظاه في اكياس. لما تحطيه في الفريزر وتطلعيه تيجي تطلعي طبعا مش هتضطري ان انت تستني عشان يفك عشان تاخدي الكميه اللي انت عايزاها، لا هو بالفعل هيبقى محفوظ عندك
مربعات صغيره، تقدري تاخدي الكميه اللي انت عايزاها، مربع او 2 او 3 على حسب احتياجك وتشتغلي بيه عادي. ده بالنسبه للثوم او للبصل، نفس الطريقه بالظبط. تمام، ده كده خلاص خلاص. نحطه بقى في طبق، ونبقى مجهزين البطلمان بتاعنا اللي هنحفظه فيه او علبة التلاجة اللي هنحفظه فيه، ونحفظه في التلاجة العادية او زي ما قلت الطريقة التانية. تمام، ده بالنسبة للثوم. نيجي بقى لطريقة حفظ البصل، برضو هي نفس الطريقة اللي هنستخدمها او اللي استخدمناها مع الثوم. تمام، نفس الطريقة بالظبط. هنفرمه بالكبة، وبعد كده هنحطه في بطرمانات، وهنستخدمه هنحطه في التلاجة ونستخدمه عادي جدا كل ما حبينا ايه نستخدم منه. او الطريقة التانية اللي هي بعد ما نفرمه نقوم فردينه على صينية او طبق كبير مسطح، ونقوم حاطينه في الفريزر حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، يا دوب يمسك نفسه او يجمد شوية كده. وبعد كده نطلعه نقطعه مربعات او يعني مربعات او اجزاء صغيرة، ونحفظه في كيس الحفظ وعلى الفريزر على طول. الطريقه دي زي ما قلنا ان هي بتوفر علينا ان احنا لو حفظناه في الفريزر هنطلعه هنلاقيه جامد، وهنضطر ان احنا نستنى عشان يفك وبعد كده نستخدمه. لا، الطريقه دي بتضمن لنا ان احنا لما نخرجه من الفريزر هنلاقيه مربعات، ناخد منه مربع او مربعين على حسب استخدامنا، او على حسب ان احنا الكميه اللي احنا هنستخدمها يعني، ونستخدمها على طول. بتوفر لنا جهد وبتوفر لنا وقت. تمام، ده كده البصل. في ناس ممكن ما يبقاش عندها كبه، تمام، فممكن تستخدم نقلل شويه كميه البصل لانها كتيره عن الكبه، لان الكبه بتاعتي صغيره شويه، فنحط لها كميه اقل عشان نقدر ان احنا ايه نفرمها. في ناس ممكن ما يبقاش عندها كبه، تعمل ايه؟ بصوا بقى، هقول لكم طريقه لذيذه جدا. نستخدم الخلاط العادي، ما تستغربوش، هنستخدم الخلاط العادي. تمام، بس هنضيف كميه زيت يعني كتير اكتر شويه من اللي احنا بنستخدمها في الحفظ. يعني مثلا هنجيب حوالي، لو جبنا مثلا 5 بصلات حطيناها في الخلاط، هنجيب حوالي مثلا كوبايه زيت، تمام، وعليهم طبعا رشه الملح اللي قلنا عليها، وهنشغل الزيت ده عشان يشغل لنا الخلاط. الزيت ده عشان يخلي الخلاط يلف مع الحاجه اللي انا حاطاه فيها. تمام، كاننا بنعمل عصير. هيلف الخلاط وهيعصر لي، هو مش هيعصر، لا هو هيفرمه، بس هيفرمه ناعم شويه، انعم من الكبه شويه. تمام، هيفرمه وهنطلعه، بس هيبقى فيه زيت على الوش شويه كده. نراعي بقى في الطريقه دي ان احنا لما نطبخ بيه بالبصل او الثوم اللي احنا بنستخدمه يعني، ما نزودش كميه زيت. يعني ايه؟ يا دوب هنحط مثلا نحمر البصل يبقى لا خلاص كده انتهى، ما نحطش اي زيت تاني او زبده او اي سمنه او اي حاجه زي كده. خلاص احنا حطينا البصل او الثوم، هو خلاص متشبع بكميه زيت كويسه، هيتحمر في الزيت اللي احنا حافظينه بيه. تمام كده، خلاص. دي طريقه جميله جدا ومناسبه جدا للناس اللي ما عندهمش كبه يعني. نفرم بقى، نفرم البصل بتاعي الكمية دي كده الكمية اللي عندنا البصل والثوم. تمام، طيب احنا كده خلصنا الكمية اللي عندنا من البصل والثوم.
انا كل اسبوع تقريبا بعمل الحركه دي، يعني بحفظ الثوم والبصل يكفيني مثلا لمده اسبوع 10 ايام، وكل حوالي اسبوع او 10 ايام اعمل تاني. ليه بقى؟ بيوفر كميه وقت يعني كبيره جدا. انا لما احب ان انا اطبخ عندي خلاص بالفعل الثوم والبصل اللي انا هستخدمهم، مش هفكر بقى ان انا اقوم ولسه بقى افضل اقشر بصل او اقشر توم وافضل اقطع فيهم وكده. لا خلاص، احنا بالفعل عندنا الكميه اللي احنا هنستخدمها. اي بقى اكله بعملها بتقومي يا دوب تاخدي مثلا شويه البصل او التوم اللي هتستخدميهم، معلقه معلقتين وعلى الاكل ويلا وتمام كده. بتوفر جامد جدا بصراحه. هو عموما موضوع التفريز او حفظ الاكل في الثلاجه على التسويه او على يعني جاهز على العمايل على طول، ده بيوفر جامد جدا. تمام. انا عيني دمعت ومش قادره، لان البصل والثوم خصوصا البصل حرق لي عينيا جامد قوي. كده احنا حفظنا زي ما قلنا كميه الفلفل عندنا. عايزين بقى نعمل سمك سنجاري شغال معانا، عايزين نعمل شاورما. انا مجهزاهم عشان هعمل بيهم شاورما باذن الله، وهبقى اوريكم الطريقه. وهنعملها ملفوفه في ورق جلاش، بس رول يعني مش مربعات زي الصواني كده، لا هنعملها مع بعض باذن الله. هنعمل رولات من الجلاش باذن الله بحشوه الشاورما وبحشوه السجق. تمام. ده كده احنا جهزنا الثوم وجهزنا البصل وجهزنا الفلفل الرومي الالوان، خلاص نحفظهم زي ما احنا قلنا. في بقى حاجه تانية لذيذه جدا كنت عايزه اضيف عليها، اللي هي الليمون. الليمون من الحاجات اللي كانت بتبوظ عندي على طول، مستحملش. في طريقه برضو بتاعت اللي هي الورق مناديل ورق. بتجيبي علبة تلاجة وتحطي فيه مناديل ورق، وبعد كده بتحطي الليمون بتاعك، وبعد كده تقومي برضو مغطياه بمناديل ورق كده اهو. يبقى هتفرشي اول حاجة مناديل تحت اهو، اهي مناديل تحت في علبة التلاجة، وبعد كده تحطي الليمون بتاعك، وبعد كده تقومي برضو مغطية بالمناديل. بس انا المفروض تتبل شويه، فما ينفعش يبقى مبلول كده ونسيبه، لا اي المنديل لما يتبل باي شويه ميه صغيرين خالص، لا ده كده هيبوظ لي الحاجه بتاعتي. احنا خلاص كده هنرمي ده. تمام. ونجيب مناديل مش مبلوله عشان نحطها على الوش كده، ونقفل بقى. الليمون ده بقاله معايا حوالي اسبوعين، ما شاء الله كويس جدا وبحالته اهو، مفيش ولا ليمونه فيه باظت. وعموما حتى لو الليمون باظ معاكي، انا هقولك طريقه برضو تستخدميه او يعني تستنفعي منه. خلاص انا في حلقه تانية ان شاء الله هعملها قريب، هقولك اساليب للتوفير والتدبير، ازاي لما الليمون يبوظ مننا او ينشف. تمام. ازاي برضو نستخدمه وما نرميهوش. انا عندي كميه حافظاها عندي في التلاجة. نيجي لطريقه حفظ الكوسه الخيار والجزر. الكوسه والخيار والجزر بنعملهم نفس المعامله بالظبط، اللي هو علبه تلاجة نفرشها مناديل ورق، ونحط الكوسه او الخيار او الجزر، ممكن تكون علبه كبيره، علبه تلاجة كبيره، نحطهم كلهم جنب بعض. تمام. ونقوم حاطين على الوش مناديل ورق ونقفل على كده. تمام. يبقى احنا كده حفظنا الكوسه والخيار والجزر، وحفظنا الثوم والبصل والفلفل. ودي بقى دي الزبده احنا بنقطعها مكعبات كده او مربعات كده، ونحطها في التلاجة بنفس الطريقه دي كده بالظبط. ده بيوفر علينا برضو يعني بيوفر مكان اولا في الفريزر، ثانيا
بيوفر ان احنا برضو بنطلع الحاجة على طول جاهزة على الاستخدام. على قد استخدامنا هناخد مربع او مربعين 3 على قد استخدامنا ونستخدمه على طول. الطريقة دي ظريفة جدا، جربوها هتعجبكم بإذن الله. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم واستفدتوا منه. اعملوا لايك للفيديو وشيروا القناة ما بين اصحابكم ومعارفكم، عرفوا اصحابكم بينا بقناة او مطبخ الست أصيلة، واعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصلكم ان شاء الله كل الحاجات الجديدة اللي بنزلها اول باول باذن الله. في حلقات جديدة هنزلها قريب باذن الله، تابعوني هتعرفوا كل جديد، وهنعمل وصفات واكلات جميلة جدا مع بعض. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. السلام عليكم ورحمة الله.